النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق، يعني كل ما يروح لطريق يقرب فيه من ربنا الشيطان يقعد له فيه. عايز أقول لكم على مدخل غريب جدا الشيطان بيدخل الإنسان منه. إيه المدخل ده؟ إنه لما يعمل معصية يجي الشيطان جاي له يقول له يا أنت عملت معصية، هتقف إزاي بين إيدين ربنا كده؟ هتقول لربنا إيه؟ طب أنت عملت معصية عايز تروح تصلي، هتقف وتركع وتسجد كده وتقف بين إيدين ربنا وأنت لسه عامل معصية فلانية؟ طب هترفع إيدك وتدعي وأنت لسه عامل بلوى الفلانية وأنت لسه متفرج على كذا ولسه عامل كذا ولسه مكلم بنت ولسه إزاي هتقف بين ايدين ربنا وانت بالوضع ده؟ عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب منك ان انت تروح تقف بين ايديه وانت لسه عامل معصيه. قال صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبد ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه، قد غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فليفعل عبدي ما شاء. يعني ايه فليفعل ما شاء؟ يعني كل ما يقع في ذنب يتوب ويستغفر ويرجع لي وانا هقبله، لان ربنا بيقول ان الله يغفر الذنوب جميعا. الصحابي اللي هو كان يعرف امراه في الجاهليه وبعد ما اسلم قابلها امتى؟ وهو رايح يصلي، فوقف معاها وربما اصاب منها شيئا. لما عمل الذنب ده انزعج جدا لدرجه ان بعض الروايات ان هو ماشي ما كانش بص قدامه خبط في حاجه دمه ساح، راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حصل مني كذا وكذا. اذن لصلاه العصر. بعد ما النبي صلى العصر نادى على الصحابي ده وقال له: هل صليت العصر معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه قول الله تبارك وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى الحسنات هي اللي هتضيع لك السيئات، فاوعى تسمع كلام الشيطان. اول ما تقع في ذنب اطلع اجري على ربنا سبحانه وتعالى، ارفع ايدك وقول رب اغفر لي، صلي واسجد في الارض وقول يا رب وفقني ان اسيب الذنب ده، اسجد بين ايدين ربنا وقول يا رب اصرف عني الشيطان وسوس الشيطان، وثق تماما ان الله يغفر الذنوب جميعا.